قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أوراق اعتماد سفراء كل من السياسة الاتحاد الأوروبي والبيرو وتونس ولبنان والغابون والبحرين والباكستان وقطر. وفي البداية تقدم للسلام على صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله سفير جمهورية السنغال ويبرت عمرو سيدي السيد أمادو سو سفير جمهورية السنغال. وخلال هذا الاستقبال قدم السيد السفير أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك حفظه الله. سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي ويبرت عمرو سيدي. كما قدم السيد ريبير جوي سفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أوراق اعتماده لدى جلالة الملك. سفير جمهورية البيرو ويبرت عمرو سيدي. كما قدم السيد كارلوس مانويل بيلاسكو منديولا سفير جمهورية البيرو أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك. سفير جمهورية التونسية ويبرت عمرو سيدي. واستقبل جلالة الملك حفظه الله السيد شفيق حجي سفير الجمهورية التونسية الذي قدم للعاهل الكريم حفظه الله أوراق اعتماده سفيرا للجمهورية التونسية لدى جلالة الملك حفظه الله. سفير الجمهورية اللبنانية ويبرت عمرو سيدي. واستقبل جلالة الملك السيد مصطفى حمدان سفير الجمهورية اللبنانية. وبالمناسبة قدم السيد السفير أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك. سفير جمهورية الغابون ويبرت عمرو سيدي. كما استقبل جلالة الملك السيد عبد الرزاق جي كامبوغو سفير جمهورية الغابون. وخلال هذا الاستقبال قدم السيد السفير أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك نصره الله. سفير مملكة البحرين ويبرت عمرو سيدي. كما تقدم للسلام على جلالة الملك السيد خالد بن سلمان بن جبر المسلم سفير مملكة البحرين الذي قدم للعاهل الكريم حفظه الله أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك. سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية ويبرت عمرو سيدي. واستقبل جلالة الملك السيد محمد وحيد الحسن سفير الجمهورية الإسلامية الباكستانية. وبالمناسبة قدم السيد السفير لجلالة الملك حفظه الله أوراق اعتماده سفيرا لبلاده لدى جلالة الملك. سفير دولة قطر ويبرت عمرو سيدي. كما تقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أوراق اعتماد السيد عبد الله بن فلاح عبد الله الدوسري سفيرا لدولة قطر لدى جلالة الملك حفظه الله. إثر ذلك استقبل جلالة الملك نصره الله السيد بوريس بولوتين سفير فيدرالية روسيا الذي جاء لتوديع جلالة الملك في أعقاب انتهاء مهامه الدبلوماسية ببلادنا. وخلال هذا الاستقبال وشح العاهل الكريم صدر السيد السفير بالوسام العلوي من درجة الحمالة الكبرى. كما استقبل جلالة الملك السيد لارس فيسينغ سفير مملكة الدنمارك في أعقاب انتهاء مهامه الدبلوماسية ببلادنا. وخلال هذا الاستقبال وشح جلالة الملك حفظه الله السيد السفير بالوسام العلوي من درجة قائد. واستقبل جلالة الملك نصره الله السيد مانويل ميغيل دا كوستا أراغو سفير جمهورية أنغولا في أعقاب انتهاء مهامه الدبلوماسية ببلادنا. وقد وشح جلالة الملك حفظه الله السيد السفير بالوسام العلوي من درجة قائد. حضر هذه الاستقبالات السيدان يوسف العمراني الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون وإبراهيم فرج الحاجب الملكي. إثر ذلك استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله
السيد عبد الله بن فلاح عبد الله الدوسري سفير دولة قطر، الذي سلم لجلالة الملك نصره الله رسالة من أمير دولة قطر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني